ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى رامز جلال. اكيد الناس كلها تابعت رامز جلال عمل ايه في برنامجه اللي انا نفسي والله بدون مبالغه انا ما بتفرجش عليه. والله العظيم ما بتفرج عليه. ما اعرفش انا في كتير زيه ولا لا، بس انا بقول لك وجهه نظري. برنامج لاسباب كتير جدا ما بشوفوش. اولا، اول البرنامج ما يبدا يا دوب لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يقوم طالع اعلان. لسه بيقول يا هادي، يعني تقعد تسمع تتر البرنامج بالكامل وتستحمله. واول ما يبدا يقول لك اعزائي المشاهدين، ما اعرفش في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، تردد لا 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 لا، يقوم طالع فاصل اعلاني قاعد 7 ايام. يرجع من الفاصل يجي يقول لك فلان الفلاني جه يا جماعه، فلان الفلاني جه، يقعد لك 10 سنين. فانا اتفرج عليه ليه؟ يعني دقن طولت من البرنامج ده ومش عارف اشوفه، فانا ما بقتش بتابعه. واو فانتاستيك. لا عارف له اي حاجه، والكلام ده من سنين فاتت يعني. وانا عارف ده، بالاضافه ان هو برنامج فيك وباين جدا تمثيليه. كله بيمثل ان هو مصدقها. بغض النظر بقى عن كل الافلام الهندي دي، وان هو برنامج اعلاناته كتير جدا، وان هو مهروش جدا. النهارده يعني يعتبر اليوم اللي خلص اللي هو 2 رمضان، احمد السقا جه مع رامز جلال. وبعدين شفت انا اللقطه، السقا طبعا زملكاوي، وبعدين بيقول له احمد السقا بيقول بليله ولا مش بليله، فيها استظراف يا جماعه، وباين ان هي فيها اتفاق. يعني فيها اتفاق، يعني هو سيناريو متقال عشان يتقال كده. ما هو انت ركز في حاجه، ان السقا زملكاوي. السقا زملكاوي، الله اعلم بقى، ما دخلتش بقى في قلب احمد السقا اذا كان هو عنده علم ولا لا، ولكن هي مترتبه. هي مترتبه عشان نظام فاكر سيد زيان يا رامز. ما هذا العسل يا رامز بالله عليك. ما هذا السكر يا رامز بالله عليك. يعني انت عايز تضحك الناس في برنامج ما بيضحكش حد اصلا، وبرنامج تقيل والله العظيم. يعني كل الناس اللي بتتفرج عليه وبتدعمه من باب بس ان انت راجل مصري وعامل برنامج، مش عايزين نطلع يعني نطلع كده شكلك مش حلو. يعني الناس بتتعاطف مع البرنامج عشان الانتاج اللي معمول فيه، ولكن ما فيهوش ضحك يا ابني، ما فيهوش اي حاجه خالص. والله ما فيه ضحك. وانت عشان تخطف في الضحكه تتريق على الزمالك، تيجي تقول لاحمد السقا وانت ازاي زملكاوي ومش عارف البليله؟ ده ايه السكر ده يا رامز؟ هيدا بليله افغاني. بليله افغاني؟ نعم. ما تعرفش البليله ازاي؟ ده انت راجل زملكاوي حتى. والله يا رامز انا مش عارف اقول لك ايه بجد. هو برنامج تقيل وانت زودته تقاله، وبتخسر مره مع مره جمهور الزمالك. واحنا عاملين مليون مبادره لنبذ التعصب بين جمهور الاهلي والزمالك، ونقول ايد بايد، وعايزين نرجع المدرج جنب بعض. ويجي ناس كده غريبه للاسف الشديد فاكره نفسها عسل ومسكره تتريق على نادي كبير زي نادي الزمالك. نعم يا روح امك. اكبروا بقى، اكبروا بقى، مالك ومال الزمالك؟ وايه يا ابني مفيش حاجه تضحك؟ مش لاقي اي افيه تاني؟ مش عارف تعمل اي موقف؟ الموضوع كله باين ان هو تمثيل وتقيل جدا. مالكش دعوه، مالكش دعوه على جمهور الزمالك اللي هو قادر يعطل لك البرنامج. بس هي ايه؟ هو هيصة في الكلام ولا ايه؟ مش هيصة في الكلام هي. كله بصفه عامه ما يسمحش ان انت تقعد تتطاول على نادي كبير زي الزمالك، بالاخص الفتره دي. انا عارف ان جمهور الاهلي نفسه يرفض الكلام ده، لان احنا الفتره الاخيره ايد في ايد. الاهلي لما حد بيجي عليه انا اول واحد بتكلم، والزمالك لما حد جه عليه جمهور الاهلي كان معايا بيتكلم بعد اللي حصل في تونس. والاستظراف بتاعك النهارده ده انا متاكد ان اهلاوي وزملكاوي هيرفضوا. كل عيش وخليك في حالك وبطل ايه العسل ده، ماشي؟ انت هتندب لي يا اخويا. مليون مبروك مره ثانيه لمنتخبنا الوطني. ولكن والله العظيم حوار مستفز، الواحد صايم ومش عايز ياخد ذنب. يا عم خليك في حالك بقى، خليك في حالك وحاول تعمل اي حاجه تضحك. كفايه الواحد فيه اصلا جايبين اخرنا اصلا. بقول لك ايه، رساله اخيره مش قايلها. السلام عليكم.